بفيديو سابق شفتوا سفرتنا من لندن وش قد كنا فرحانين رايحين للعراق، واليوم الفيديو بالعكس باق من العراق إلى لندن. تشوفون شلون ودعنا أهلنا، وهنا رايحين متجهين المطار أربيل. من أربيل راح نطلع على تركيا ترانزيت، بعدين على لندن. وهنا أنا جاي أصور شوية فيديوهات للإنستغرام. إذا ما متابعيني على الإنستغرام تابعوني، راح أخلي لكم رابط إنستغرامي بصندوق الوصف. وهنا بدينا نتجه للطيارة. وهسه خلوني أحكي لكم على الطيارة التركية أو الطيران التركي اللي رجعنا بيه من تركيا لندن. الطيارة كانت أكبر وكان بيها فيرست كلاس، كان بيها تلفزيون، كان بيها واي فاي، كان بيها هواي أشياء. راح أراويكم بس شنو الأشياء اللي كانت موجودة بيها. أول شي عندنا هنا التلفزيون، آه، تفتحونه وبعدة أشياء، مسلسلات، أفلام، قرآن، كل شي راح تشوفون هسه. أشوفكم كل الأشياء اللي موجودة بيه. أول شي انطونا سماعات، وإذا تردون بطانيات تعطوكم بطانيات. تمام. الطيارة تتحمل 3 راكبين، يعني مو راكبين، يعني احنا كنا 3 behind each other. وهسه خليني أراويكم البرامج اللي شفتها والمسلسلات والأفلام اللي شفتها. أنا أول شي طبعا قلبت المسلسلات التركية كلها، عجبني هذا لأن الممثلين هذول معروفين. خليت على أول حلقة وما عجبني فطلعت من عنده. رحت هنا على القرآن. لقيت إنه القرآن هو مكتوب بالتركي، بس يعني بعدين أول ما يبدي يتحول عربي، ما أعرف شلون يصير بالعربي. بس لازم تخلون السماعات، يلا تقدرون تسمعون القرآن. يعني خليت السماعات بإذني وبديت أسمع القرآن. أول ما بدت الطائرة تقلع يعني خلصت شوية كم آية. تمام. وهنا كنت أسمع قرآن. وبعدين حولت على فيلم. دورت بالأفلام المصرية على فيلم ما شايفته مسبقا، ولقيت فيلم كلش حلو طبعا. آه، أنا راح أخليه عليه، وأنتوا اكتبوا لي بالتعليقات إذا عرفتوا اسم الفيلم. أول ما اختاريت الفيلم وردت أخليه على الفيلم، طلعت لي هنا وقفت الشاشة طبعا مال الطيارة، وبدأت تطلع عندنا هنا تعليمات السلامة اللي هم مخليها. بعدين رجعنا على بداية الفيلم، تشوفون وصل الأكل همينة، فصرنا ناكل ونباوع على الفيلم. وطبعا مخلية السماعات أنا بس اللي أسمع الفيلم. الفيلم كلش روعة، القصة مالته كلش ملهمة، وبيها يعني بيها شيء من الواقع اللي نعيشه، فكلش حبيت الفيلم. اكتبوا لي اسم الفيلم إذا عرفتوا. هسه هنا أنا باقي على الرحلة هنا 49 دقيقة، فقلت خل أشوف فد شي ثاني، ولقيت هنا مجموعة ألعاب. قررت ألعب بولينج. لعبت شوية بولينج. وطبعا بس حبيت أضيع الوقت هنا وبين الربح والخسارة خلص البولينج. وأكو أشياء همين حبيت أراويكم إياها بالطيارة، مثل هاي الحركة اللي موجودة يم الرأس، شوفوا تشوفوها من الجهتين تصير مثل المخدة بعد ما تحتاجون مخدة. وهنا أكو واي فاي بس لازم تدفعون عليه فلوس، يلا يتفعل عندكم. والطيارة كبيرة ومريحة. فاللي حبيت أقول لكم إنه الطيران التركي، لما كنت أسأل، هاي أول مرة أنا أسافر ويا طيران تركي، كانوا ناس تقول لي زين وناس تقول لي مو زين، فطلعت الفكرة إنه الطيران التركي مختلف، كل طيارة مختلفة عن الثانية. وهنا كان نوصل المطار تركيا، وهنا كان عندنا ترانزيت من تركيا لندن. فالترانزيت كان سريع، ركض بالمطار لحد ما وصلنا النقطة الثانية مال التفتيش الثاني حتى نصعد للطيارة الثانية. وهنا جاي ندز فيديوهات لأهلنا نطمنهم إنه إحنا وصلنا تركيا وإنه إحنا بخير. فقعدنا انتهزناها فرصة نصور ونحكي بالتليفون هيك أشياء لحد ما وصلنا لبوابة الطيارة الثانية. وهنا متجهين، وهسه راح أراويكم الطيارة من الداخل. حماتين واسعة مريحة، وبها واي فاي وبها فيرست كلاس، هسه راح تشوفوها. وهنا بدينا أقلعنا طبعا. طبعا هنا الأطفال كلهم تعبوا وبدأوا ينامون، وأجتي وجبات الأكل فقعدتهم على مود ياكلون حتى لا يجوعون بعدين. كانت الوجبات كلش حلوة، المعكرونة كلش حبيناها، الأكل كان كلش طيب. وهنا بديت أصور ريلات همينة للإنستغرام. السما كانت كلش حلوة، الجو كان كلش حلو. ومثل ما تشوفون لندن من الأفق، طبعا كآبة صعدت عندي من هسه. ايرلي كآبة. بس يعني بنفس الوقت رجعنا مكاننا ورجعت لبيتي، فمشاعر شوية متخربطة، فراق الأهل، رجع للبيت، رجع للروتين، الحمد لله والشكر وصلنا سالمين.
وإن شاء الله نروح للعراق على خير وسلامة، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله تعالى. أتمنى الفيديو نال إعجابكم، وإذا عجبكم لا تنسوني بلايكاتكم الحلوة. أشوفكم فيديوهات جديدة، دمتم في أمان الله. قبل ما ينتهي الفيديو حبيت أراويكم المفاجأة الغير سارة اللي شفتها أول ما وصلت لندن. إذا حابين تعرفون شنو هاي المفاجأة الغير سارة، زوروا انستغرامي وشوفوا الفيديوهات اللي نشرتها مؤخرا عن هاي المواعين، وأشوفكم فيديوهات جديدة. باي. بس هذا قلبي متكسر، مو همه. أحسن من هيجي تعليب ما أتوقع أكو، ما أتوقع. كنت مطمئنة 100% إنه راح يوصلون سالمين، لأنه متعلبات بطريقة كلش بروفيشنال. هاي هدية أخويا، بقى منهم بس هالقد.